ازيكم في حلقة جديدة معانا من بودكاست كلاكة نسوي. النهاردة معانا ضيفة مميزة، هي ناشطة نسوية وسياسية ولها صولات وجولات كبيرة جدا، وعضوة في تنسيقية شباب الأحزاب. معانا النهاردة نبين اسكندر. ازيك يا نبين؟ اهلا اهلا، ازيك يا اسماء؟ نورتينا في كلاكة نسوي. منور بيكو ومنور بستاته. ازيك يا بلين، عامله اهلا ايه؟ اهلا يا رشا. اهلا بيكي. طبعا شكرا يا اسماء على التقديمه. شكرا ميرسي. كانت تقديمه، يعني اكيد مش هتبقى ملمه بحاجات كتير جدا برضو عنك. احنا حابين نعرف عنك اكتر، وحابين نعرف مين بقى نيفين اسكندر. الحقيقه انه ده واحده من الاسئله اللي انا بسالها لنفسي طول الوقت. انا مين؟ بعرف نفسي او بحب اعرف نفسي من الحاجات اللي كانت مؤثره فيا طول الطريق اللي فات. انا ست، شابه بس في الاخر وفي الاول ست، من الصعيد، ودي واحده من الحاجات اللي اثرت فيا تماما. من أسرة متوسطة، وطول الوقت بحس انه اهتمام اهلي بالتعليم وان احنا نخوض الفرص ونستثمر فيها زينا زي اخواتي الاولاد. ده كان مخرج حقيقي ان انا اقول في وقت من الاوقات ان انا نسوية او بدور على حقوق الستات ومهتمة انهم ياخدوها بشكل كامل، لاني يمكن لولا التعليم والاسرة الداعمة ما كانش هيبقى فيه النموذج اللي موجود حاليا. سياسية، ويعني حقوقية سياسية. حلو. وخرجت من الإطار الحقوقي للإطار السياسي في محاولات لانتزاع الحقوق وصناعة التغيير الحقيقي. أنا موجودة بين الوسطين، الوسط الحقوقي والوسط السياسي، وطول الوقت بحس إنه الاتنين متشابكين مع بعض، بس كل حد ليه دور فيهم بيكملوا بعض. الوسط الحقوقي طول الوقت بيدافع وبيسلط الضوء وبينور الكشافات، والوسط السياسي يعني بيحط الحقوق دي في سياقها المجتمعي والسياسي فياخدوها، فالناس تستمتع بالحقوق دي. فأنا خرجت من الوسط الحقوقي للوسط السياسي في محاولة إنه أحاول الحقوق دي تبقى موجودة على أرض الواقع ونبقى بنستفيد فيها فعلا. حلوه جدا. يعني محاولات. احنا هنتنقل بقى للعمل النسوي. اوكي. تمام. عايزة أعرف وجهة نظر دكتورة نيفين اسكندر، علشان احنا ما تطرقناش للجزء بتاع انك صيدلانية. دكتورة صيدلانية كمان. حقيقي. في أهمية إنشاء مفوضية مناهضة التمييز. اوكي. دي نقطة. والنقطة التانية بعد الحوار الوطني اللي شاركنا فيه تقريبا، تقابلنا فيه احنا الاتنين ده هناك حقيقي. عن استحقاق مفوضية مناهضة التمييز. شايفة ان في توجهات فعلية كمان لإنشائها والأخذ بالتوصيات اللي انطرحت في الحوار الوطني. طيب، الحقيقة انه أهمية مفوضية التمييز بالنسبة لي أولا إنها استحقاق دستوري. فإنه يبقى في استحقاق دستوري المفروض يتنفذ في أول دور انعقاد طبقا للدستور وطبقا لما أقره الناس وصوتوا عليه في 2014، وإنه يبقى لسه القانون ما طلعش، فدي واحدة من أولويات. دي أهمية، دي أول أهمية. نيجي بقى للتأثير اللي احنا متوقعينه من المفوضية. احنا محتاجين من المفوضية ايه؟ محتاجين نفكك التمييز، نحاول نقول انه هو نسلط الضوء فين التمييز، وايه هي الافعال التمييزيه، وازاي هي متجذره باصول في القصص والحكايات والاعراف والكلام والصور. يعني لو احنا واقفين في مجموعات وبنتصور فهنلاقي انه في شكل من اشكال التمييز، انه الستات لازم يقفوا جنب بعض على الطرف فهتلاقي انه في حاجات بسيطه جدا. المفوضيه دورها انها تفكك التمييز ده. بس في تحديات لوجود المفوضيه، في تحديات طبعا لوجود المفوضيه، تحديات كتير ومتعدده، زي مثلا فكره التمويل. دي واحده من التحديات، واحنا هنجيب تمويل المفوضيه دي منين؟ في ناس بتناقش التحديات من واقع المؤسسات الوطنيه اللي المفروض بتدافع عن حقوق الانسان، وهل هي اصلا قايمه بدورها الموجوده بالفعل، ولا لسه دي كمان محتاجه تتطور زي المجلس القومي لحقوق الانسان. ففكره انه يبقى في كمان اطار تاني او مؤسسي بيدور على الحقوق وبيدافع عنها وبيحاول يفككها، ده واحده من طب هي اطر التعامل ما بين المفوضيه وما بين مجلس
المجلس القومي، ما بين مجلس النواب اللي بيشرع ويطلع القوانين وهكذا. ضمانة استقلالية المفوضية دي واحدة من التحديات الكبرى من وجهة نظري، اللي احنا كمدافعين وكحقوقيين محتاجين لما القانون يطلع يكون في مواد واضحة وصريحة مش محتاجة أي تأويل تضمن استقلال المفوضية علشان ضمان تأثير عملها. فدي واحدة من التحديات. أعتقد كمان التحدي السياسي المرتبط بالظرف الراهن، يعني فكرة إنه احنا بنسلط الضوء على مشاكل، بس ازاي لما نسلط عليها ونتكلم فيها ما نحولش الأزمة لكارثة. فمثلا لو احنا بنتكلم على التمييز الطائفي، ازاي لما نيجي نتعامل معاه ما نحولوش لأزمة كارثية طائفية كبيرة. أكبر. بالظبط. فالتعامل مع الموضوع محتاج كفاءات. نيجي بقى نتساءل، فين الكفاءات؟ هل عندنا كفاءات؟ هل محتاجين؟ وانا اتوقع انه الكفاءات واؤمن انه الكفاءات بتيجي بالتجربه. فان لم يكن مساحه للعمل عمرنا ما هنلاقي كفاءات مدربه انها تتعامل. وفي وجهة نظري يعني بين ان تركت مساحة انه مفوضية مناهضة التمييز تنشأ كمؤسسة مستقلة، وده اللي طرح في مناقشات اللجنة، يعني والتوصيات اللي خرجت كمان. وفي التوصيات اللي خرجت، ده هيضمن انه العاملين فيها هيكونوا مؤهلين كفاية. بالظبط. وان هي كمان مش هتخضع للبيروقراطية بتاعت المجالس الحكومية. ده حقيقي. وهتبقى خاضعة في النهاية لإشراف مجلس الشعب زي بعض المقترحات ده حقيقي ما طلبت. انا اعتقد كمان ان واحده من الحاجات اللي احنا محتاجينها علشان المفوضيه تمارس عملها انه اللي يكون قائمين على المفوضيه هو ولاد التجارب وابناء بالزبط. القضايا. ده مهم قوي. ليه؟ لانه انا بشوف انه اي حد في منصب ما ايا كان التمثيل اللي هو بيمثله، هو هيخرج من المنصب ده هيرجع لحياته الطبيعيه اللي هو عارف انه هيلاقي فيها مشاكل. لو احنا بنتكلم على امراه بتعول اسره، هي هتخرج من المنصب اللي موجوده فيه هترجع تعول اسرتها اخر اليوم او حتى بعد انتهاء مدتها التمثيليه في المنصب. فهتفضل طول الوقت جوه المنصب بتحاول تسد الفجوات اللي هي هتطلع بره تلاقيها. فعلشان كده ولاد القضايا ولاد التجارب هم بيكونوا يعني في الاخر عندهم النضاره بتاعه التجربه، في الاخر عندهم التحديات وعندهم معرفه بيها وعايزين يحلوها لمنفعتهم الشخصيه اللي هتنفع غيرهم اللي من هتنفع تبقى نفس التجارب. بالظبط. المفوضيه اتعرضت كمان في التوصيات اللي طلعت واتعرضت قدام رئيس الجمهوريه، وكان في توجيه الحقيقه من رئيس الجمهوريه بالعمل عليها بسرعه وخروج قانون. والحقيقه انا ما فهمتش برضو ليه الموضوع تاخر جوه مجلس النواب، يعني كنت متوقعه انه الموضوع ياخد اجراء اسرع بعد التوجيه، خصوصا انه المفروض انه البرلمان يعني هقول يستثمر مش يستغل انه في توجيه رئاسي بالامر. ولكن يعني البرلمان برضو الفترة دي بقى لهم كتير قوانين وجهود متتالية، فعندنا أمل إنه يكون برلمان 25 دي واحدة من أولوياته في السنوات الأولى. قوانين الستات دي طول الوقت محطوطة في الدرج بصراحة يعني شيء استفزازي على قوانين الستات ونتكلم فيها كتير. بس لو هكمل على النقطة اللي انت قلتيها بتاعت إنه في قوانين كتير بتطرح واحنا أملنا في مجلس نواب 2025. اعتقد لو انا هبص كده هشوف بما انك في تنسيقية الاحزاب، هل انت شايفة انه الاحزاب اللي هتنزل مرشحين، لسه هنتكلم في نقطة مرشحات سيدات، هل انت شايفة اصلا اللي على اجندتهم ده من ضمن الخطط او البرامج اللي هم هيطرحوها؟ طيب انا بشوف انه الاحزاب سياسيا بتحط الشباب والمرأة على أولويات أجنداتها في فترات الترشح، لأنه في الآخر في كوتا وفي قايمة وفي مرشحات وهكذا. طيب إيه الدعوة اللي احنا ناخدها في الفترة الحالية بما إنه القوائم بتتشكل والأحزاب بتحط مرشحينها؟ إنه التمثيل يكون مكافئ للقضايا، بمعنى إنه حلو إن احنا يكون عندنا اهتمام بالسيدات والشباب لأنهم هياخدوا فرص أو هياخدوا من الكوتا مقاعد، الا انه لو الستات دول بيعبروا عن قضايا وبيعبروا عن تجارب وبيعبروا عن تنوع حقيقي، هيكون فرصه انه الستات دي تدخل البرلمان تطرح القضايا وتكون على اولويتها او اجندتها التشريعيه. في حين انه الاحزاب اولويتها مرتبطه باولويه طبيعه الافراد المكونه ليها زيها زي باقي المجتمع الحقيقه. فالاحزاب اللي بيبقى
مرشحينها من المستثمرين واصحاب الصناعات واصحاب الزراعات، او يعني المستثمرين في الملفات المختلفه، بيكون اولويتهم بالطبيعه القوانين المنظمه للاستثمارات والزراعه بالظبط. والصناعه. لكن لو احنا بنتكلم على احزاب، يمكن وعشان كده طول الوقت بنقول هو احزاب المعارضه ليها اولويه في الاجنده واحزاب المؤيدين ليها اولويه في الاجنده، لانه الفئه اللي كل حد جاي منها مختلفه. احزاب المعارضه شويه بتبقى اهتماماتها مبنيه على مباشره الحقوق السياسيه ومساحه اوسع في العمل العام ومشاركه اوسع للشباب وهكذا. للستات وللنساء فيها. فالتنوع ده على فكره مطلوب، لانه في الاخر حتى ملفات الاستثمار ان النساء بتحتاجها، بس هل هي بتناقش من نظاره بتسعى لمساواه ما بين الرجال والنساء؟ هو ده السؤال بقى. وده محتاج الحقيقه من وجهه نظري محتاج تدريب شامل للمؤيدين والمعارضين ولكل الممثلين جوه البرلمان. او محتاج للي هيترشحوا حتى على الاقل. بالظبط. ليه الحركه النسويه ملهاش ظهير سياسي يدعمها؟ ليه الحركه النسويه؟ طيب الحركه النسويه انا بشوف انه كل المكاسب اللي اتحققت هو نضال الحركات النسويه باختلافات اجيالها، يعني كل اللي اتحقق حتى وان كان في بعض الفترات الزمنيه كان في اراده لانه النتائج تتحقق بشكل يعني باين اكتر وعلى نطاق اوسع، الا انه ده نتيجه تسليط الضوء اللي عملته الحركات النسويه طول الوقت. الحركات النسويه يبقى لها ظهير امتى؟ لما المجتمع يقتنع انه المراه ليها حقوق وينفع تاخد الحقوق دي. فانا يعني ما توقعش ابدا ان طول ما احنا بنناضل كنسويات انه احنا يبقى لينا ظهير قوي، لانه كمان احنا للاسف مش بس بنعاني جوه مساحات المجتمع. حتى قويا مين احنا عايزين ظهير سياسي بيتبنى مطالبنا. ده حقيقي. بس خليني وعلى افتراض من غير ما اقاطع كلامك انا اسفه انه دول نخب من المفترض انهم نخب، يعني اكثر استناره واكثر وعيا. طيب النخب دي جايه منين يا اسماء؟ جايه من المجتمع ومتاثره بيه، بس ومحاولات على نفسهم ايه مسقفه. بيقولوا فين السقافه دي يا عم؟ بيقولوا هي الفكره مبنيه بالتجربه. صحيح. انا بشوف انه واحنا بنعاني ده جوه الحراك الحقوقي والسياسي والنسوي طول الوقت، انه مدعين، يعني انا بشوف انه انتوا ممكن تكونوا داعمين للحراك النسوي لكن انتوا مش جزء من الحراك النسوي. لانه في الاخر معلش انا اللي بروح اخر اليوم ومش عارفه المستاجر اللي انا مأجره منه هيعمل فيها ايه، يعني هيفتح لي الباب ولا مش هيفتح لي، هيقول لي انت فين وبتعملي ايه وحاجات كده. طبيعة الحياة اليومية مش هتسمح ان احنا نكون في تكافؤ. بس المحاولات في الحديث عن القضايا وتوحدنا او يعني وحدتنا احنا كتجارب نسوية شابة تحديدا في الفترات الحاليه هي المخرج من انه يفضل طول الوقت في مدعين انه لا احنا داعمين واحنا مناصرين واحنا ده الدوائر بتبدا تطلعهم بالظبط بيبدا بيحصل رفض طبيعي نتيجه انه خلاص احنا كلنا المواقف بتبين بقى. بالظبط احنا كلنا واحده. وكمان يعني انا بشوف انه لسه في تحديات مرتبطه بانه الستات ما بتعرفش تحكي، او حتى النشطات اللي زينا، ما هو كلنا بنتعرض لعنف وما بنعرفش نحكي، لانه في الاخر ده هيفضل وصمه علينا. فتضطري انه انت مش عارفه تخرجي، يعني مش عارفه تحكي اللي حصل رغم ان انت شايفه انه ده حقك وشايفه انه دي مسؤوليتك تجاه باقي البنات بالظبط، واتجاه انه الشخص اللي عمل معاكي كده ما يعملش ده مع بنات تانيين، بس برضو انت عارفه انه ده هيأثر او هيكون وصمه عليكي في مساحات تانية، تحسي انه تبقي واقعه ما بين الحفاظ او يعني ما تبقيش بتواجهي الوصمه ولا تدافعي عن حقوق والقناعات اللي انت فيها، فتلاقي نفسك عماله توأمي طول الوقت من هنا. في حين انه انا بشوف انه التعاون والنقاش المستمر ووحدة العمل النسوي والشراكة اللي بتتم ما بين، وده يمكن في جيل الشابات في الحراك النسوي أفضل بكتير من الأجيال السابقة الحقيقة، نتيجة أنهم خاضوا تجارب مع بعض بداية من يناير لغاية كل المراحل التالية بعدها. فبقى فكرة خروج حد أو رفض حد نتيجة جريمة ما بقى أسهل وأحسن من الأول بكتير، وبقينا فعلا نصدق النجيات، وده ما كانش حاصل قبل كده. بس كمان لو بصينا ان في زي ما قالت أسماء كده اللي ليها علاقة الحركة النسوية والسياسة،
في عزوف حتى من النسويات ونشاطات النسويات من السياسه، يعني بنشتبك مع السياسه طول الوقت وبنتكلم فيها وبنتكلم في الحقوق، لانه في الاخر كلها ده حقيقي. شبكه واحده. ولكن يعني انا ببص مثلا ان الاحزاب لما بتيجي حتى تختار حد على قوائمها يعني ما بتختارش هتختار الأفضل زيها زي كفاءة بصراحة. بالظبط زيها زي بالظبط اللي هي وهي دي الأزمة العروات. الحقيقية لانه في الاخر احنا محتاجين قيادات نسويه ونشطات تبقى موجوده ده علشان حقيقي. تبقى المطالب يعني انا متخيله ان احنا النهارده المفترض بنتكلم عن ايه هي المعايير اللي المفروض تبقى موجوده جوه مفوضيه التمييز، بالظبط. مش فين مفوضيه التمييز، مش فين مفوضيه التمييز، يعني لا، والمفروض نكون بنقيم ادائها، يعني مثلا نشوف بقى عملت مثلا ايه وما يعني. عملتش ايه. بس انا بشوف انه ده مسؤوليه مشتركه علينا كنشطات نسويات، وعلى الكيانات او الجهات اللي احنا بنتكلم فيها. فانا بشوف انه في كيانات مش المفروض تبقى النسويات بعيده عنها تماما، زي الاحزاب، المؤسسات الصحفيه، الاعلام، يعني اقتحام الكيانات المختلفه اللي ليها علاقه بالعمل العام، نيفين، مؤسسات انت المجتمع عارفة المدني. النسويات لما قرروا ينخرطوا في الحياة السياسية حسن- اتقال لهم ايه؟ حقوق الستات ولا الراجل الجعان اللي مش لاقي ياكل؟ هي الفكره بقى انه احنا انا هتبنى بنناضل. الشخص ده سياسيا، بس انا كست شايفة انه انا ما ينفعش اتبناه سياسيا لانه راجل بيؤيد العنف ضد النساء مثلا. على فكره هو لو قال لي راجل مش لاقي ياكل هقول له في 12 مليون اسره بتعولهم ستات برضه مش لاقيين ياكلوا، عادي جدا يعني. بيتعرضوا للعنف. بيتعرضوا للعنف، وبتبقى هي اللي بتعول تبقى في الاسره، المجال وزوجها الخاص وفي عايش المجال عادي العام. وموجود، بالظبط. والاثنين مع بعض. هي بس الفكره مبنيه على انه هم هيفضلوا يقولوا ده طول الوقت. يا اسماء، من وجهه نظري هنفضل نعاني من ده طول الوقت. هي الازمه فين؟ الازمه في انه احنا هنجبر على وجودنا في المساحه. في نماذج، وكل تاني هقول كل الانجازات اللي تمت نتيجه انه الستات اجبروا المساحات العامه والعمل السياسي على وجودها. خلاص بالظبط. الاستكمال جاي منين؟ جاي من مساحه ان احنا نبني على اللي سبق، نبقى بنتحرك حراك جماعي سوا، نستفيد بكل الفرص. انا عشان كده بقول انه هي دي المساحه اللي خرجت من الحقوق للسياسه. صحيح. تعالوا نستغل كل الفرص واي فرص موجوده. صح. ولو احنا طلعنا من برلمان 2020 ب5 ستات ب4 ستات من اصل 27%، نبني عليهم فيبقوا 20، او نخرطهم جوه الحركات النسويه فيبقوا هم موجودين في البرلمان ب1000 ست وب2000 ست وب3000 ست. هي دي الفكره، انه احنا نبني ونراكم على التجارب اكتر. بالظبط. لانه هنفضل طول الوقت نناضل، وطول الوقت نقول احنا موجودين، طول الوقت نقول احنا نص المجتمع، وبنجيب النص التاني. والله بس بالناضل. والله بالناضل طبعا. الله، احنا قاعدين اهو. انت عارفه ان انا كنت لسه بقول من شويه ان احنا الحركه الوحيده برضو اللي قادره تحصد مكتسبات ده حقيقي في مختلف الظروف. ده حقيقي ده حقيقي. وقادره على الاستمرار في النضال ان هي تحصد مكتسبات. بالظبط. كان من ضمن وما بنريحش بصراحه، لانه احنا طول الوقت في قلب الازمه، احنا طول الوقت بنواجه، يعني انت طول الوقت في اكشن، اشتباك مع الاحداث مخليكي ده حقيقي بتوني طول الوقت. ده حقيقي. كان من ضمن مقترحات استحقاق مفوضيه مناهضه التمييز كاستحقاق دستوري انه يسبق تاسيسها تعديل حزمه من القوانين اللي بتخدم مصالح الستات. لو نيفين اتقال لها بكره اشتغلي لي على قانونين او 3 قوانين هم اولويه بالنسبه لك، هتتكلمي عن ايه وايه وايه؟ طيب هستفيد بالاول واقول القانون الموحد لمواجهه العنف ضد النساء، عشان ابقى لميت كله حطيته في النص كده. طب خليه على جنب كده، علشان انا حاسه ان هو بيعمل ارتكاريه قوي لما كلنا بنتكلم بس يعني خلينا نشتغل على حاجات. انا بحاول استفيد بالثلاثه على قد ما اخرج. بس لو هنتكلم فهتكلم طبعا على قانون تجريم العنف المنزلي، علشان نخرج من بره اطار انه وفاه السيدات واكلهم، جرائم اكل النساء داخل البيوت وداخل الاسر بتتحول لتأديب وبتتحول لحاجات كده. فلا نقوم تعديل الماده 60 من قانون العقوبات اللي هي انا فكره حق التأديب. بس لو احنا حولناه كمان لقانون لمواجهه العنف المنزلي، دي هتكون فرصه ان احنا نعرف الناس انه في حاجه اسمها عنف منزلي، والعنف المنزلي ده بيجي ازاي ومن انهي شريك وبيحصل ازاي وهكذا. وهنا مش هنبقى بندور على الستات بس، هنبقى بندور على الاسره.
عنف منزلي، احنا بنتكلم على مكون الاسره بشكل عام. بالظبط. فبنحاول يعني علشان بس ما يتقالش انه لا، يعني القانون ده لما اتطرح في سيدات وقفوا ضده، لانه شايفين انه يعني ايه بنتي هتروح تشتكيني ان انا بضربها. بس هي الحقيقه هي مش بنتك اللي هتروح تشتكيكي، هي الاسره نفسها هتتفكك. احنا بنحاول نسعى لمنظومه اسريه امنه. فده واحده من الحاجات. طبعا الجزء اللي ليه علاقه بقانون العمل وكل مشتملاته، المساواه في الاجور، طبعا. ضمانه الحقوق للنساء العاملات في وظائف كتير غير العمالة مشموله، المنزلية غير مشموله داخل القانون. دي واحده من الحاجات اللي انا اهتم جدا انه نشتغل عليها ونطورها ونحقق فيها المنجز المطلوب. دايما يعني بشوف الجانب الاقتصادي. طبعا هي انا بقولك 60 يعني 12 مليون اسره، يعني 60 مليون شخص، يعني 60% من مصر بتعولهم سيدات وبتصرف عليهم سيدات. فاحنا بنتكلم في اكتر من نص المجتمع. تمكينهم اقتصاديا وعداله اجتماعيه ليهم حقيقيه، ده معناه انه المجتمع هو اللي بيتحسن مش الستات. يعني بالظبط. المجتمع هو اللي وضعه بيبقى احسن، يعني مش الستات خالص. يعني في الاخر هتفضل الى المجتمع. في الاخر هي هتفضل مسؤوله وهتفضل شايله الحمل وهتفضل وهكذا، بس تمكينها اقتصاديا يعني استقرار الاسره وحصولها على اقل، يعني على الحد الادنى من المتطلبات، وبالتالي المجتمع هو المستقر، لكن الست لسه شايله عادي جدا. بالظبط. طب لو هنتكلم على العراقيل اللي بتواجه الستات في المشاركة في العملية الانتخابية. احنا عارفين ان مشاركة الستات في الانتخابات على مجلس شيوخ او مجلس شعب هي بتكون عملية انتحارية على كافة المقاييس. ازاي خصوصا لو مستقلة نقدر طبعا بالظبط، وخصوصا لو مستقلة، ازاي نقدر نشتغل على خلخلة العراقيل دي حتى بعيدا عن فكرة الكوتا؟ بالظبط. تمام. بالظبط. نشتغل على خلخلة العراقيل دي، ويكون جزء من خلخلة العراقيل دي جزء من سياسات الدولة نفسها. طيب انا بشوف انه احنا وصلنا للبرلمان الماضي كان 27 او يعني اللي هو اخر دور انعقاد لي الفترة دي، كان 27% من الموجودين في البرلمان من النساء. وده اكتر ب 2% من الاستحقاق الدستوري. الا انه ب 2% من الاستحقاق الدستوري، يعني من ربع، من 25 ل 27. فده نقله كبيره الحقيقه في فكره الشيوخ 13.5% يعني. لانه الشيوخ لا الشيوخ لا عليه كوتا مش تعيين. لا اتطبق الكوتا لا نفس النسبه. لا انا عامله حصر لنسبه الستات داخل الشيوخ من قريب، واكد لي عليها عضو شيوخ 13.5%، وده كان تساؤل انا بطرحه. اوكي محتاجه اراجع الرقم. انا بصراحه كنت مهتمه شويه بملف النواب الفتره اللي فاتت، بس محتاجه اراجع الرقم. بس اللي انا عارفاه انه نفس الجزء في القايمه بتطبق، يعني القايمه بتبقى 50% على الاقل من السيدات، لضمان انه فكره ان الفردي ما يقدرش يجيب سيدات فيبقى القايمه المغلقه غطت الكوتا. يعني دي معلوماتي. بس لو احنا بنتكلم على مجلس النواب بما انه هو المسؤول عن التشريع وتعديل التشريعات، يعني الستات جوه المجلس بوجودهم الحالي ده رقم انا بعتبره فتح لباب الطريق على مصراعيه، انه اهو الستات بقوا موجودين. بس هي الفكره مش بس فتح الباب، هي الفكره اصلاح الطريق اللي بيمشوه الستات دول ووجودهم جوه المجلس. انا عشان كده بقول لك هي احنا فتحنا الباب احنا فتحنا الباب بقوا 27%. ال 27% ده انا من وجهة نظري ان لم يزد لن يقل، من وجهة نظري. انا هاخد منك الحته الحلوه دي. فالفكره بقى فين؟ انه 27% من البرلمان هيقدر يمثل كل الستات اللي موجودين لو احنا بنختار بالكيف مش كم. يقدر يمثل الستات ويقدر يتكلم عن قضاياهم ويقدر يغطي احتياجاتهم لو احنا بنتكلم على النسبه دي. الفكره في ايه بقى؟ الفكره في انه اصلاح الطريق او اصلاح الخطوات اللي بتاخدها الستات علشان توصل للمجلس، ده خطوه، او تبقى موجوده جوه المجلس، او كمان تمشي المسار جوه المجلس بشكل صحيح فينتج التاثير الحقيقي. اصل خدي بالك هي مش مستقله في الاخر، هي بتتبع لحزب،
والحزب ليه اجندته، في منهم مستقلات، لا، في منهم مستقلات، في منهم وفي وفي منهم منهم كمان تعيين. معينات. بس في انا عايزه منهم اقول لك على في حاجه. منهم جايين عن احزاب معارضه، فكمان المفروض اولويتهم واجندتهم اجنده حقوقيه. بس هاخد منك برضو انه انت قلتي من شويه ان احنا ممكن ناخد ال 100 ولا ال 200 دول نخليهم يبقوا جوه المبادرات والمؤسسات النسويه، يمثلوا 3000 و4000 داخل المجال. ده حقيقي. فهو ده، هي دي التريكي اللي المفترض حتى في الانتخابات الجايه يبقى معروف. حتى المرشحات لازم يكون عارفه انت. هم بيرفضوا بصراحة، ما هي بيرفضوا منهم ده. الاشتباك معانا اصلا. يعني حتى لما بنيجي ندعيهم على موائد مستديرة لمناقشة قوانين، او بندعيهم تعالوا ناقشوا معانا لو ورقة ليكي كلام سياسات. عليهم وبقولي بالظبط. انا كل اصحابي اللي موجودين إحنا الحقيقه مش فاضيين، هم يعني الاصدقاء بحكم الدوائر، يعني هم مهتمين برضو بقضايا المراه، فدول انا عارفه ان هم بيبقوا طب موجودين. عايزينهم بقى بس الغير لا مناقشة. عيني طبعا. بس لو احنا بنتكلم على فكره انهم يبقوا منخرطين، ولاد التجارب او ولاد المشاكل او ولاد الازمات اللي طالعين منها، يعني خليني اقول بنات او ستات المشاكل او ستات القضايا، هتلاقيهم حتى لو هم مش ضمن حراك نسوي منظم، الا ان هم نفسهم حراك في ذاتهم. يعني لو ده هم عظيم. واحنا بالظبط. عايزين كده فعلا. لو هم جايين من خلفيات قضايا حقيقيه وعندهم مشاكل وعندهم تحديات، هتلاقيها هي بطبعها هي ممكن ما تفهمش الاطار النسوي وان احنا نبقى جوه منظمات او احنا حركات كلنا نسويه، جايين من هناك. بس هتلاقيها لوحدها. وبعدين لما تقابل اسماء ولا تقابل رشا ولا تقابل اي حد في اي لقاء، هتلاقيها بتلم عليه على طول وبتكون معاه مجموعات، لانه هي كمان وده محتاج النائبات تفتح عينها عليه. انا بشوف انه المجموعات النسويه ومؤسسات المجتمع المدني ممكن يكونوا سينك تانكس حقيقيه للنائبات وللبرلمان، لانه طبعا. دول اللي ايديهم في الارض. مم. فطول الوقت التشبيكه والتربيطه ما بين المؤسسات والمنظمات والحركات وما بين الممثلين اللي جوه المجلس. وانا اجتهد ليه؟ ما انا عارفه ان انا لو اتصلت باسماء بالتليفون، اسماء انا عايزه مشروع قانون من اللي عندك في الدرج عن مفوضيه مكافحه التمييز اقدمه، ونقعد نتناقش عليه ونحكي ونروح مقدمينه. حاجات انا بشوف كله موجود في الدرج، احنا بس محتاجين التلنيكه والتوصيل، اللينك والتوصيل. ده حقيقي. وطول الوقت احنا كحركات هنفضل ندعي النائبات والنواب ونقول لهم تعالوا ضموا على قضايانا، ويبقى في نائب واثنين وثلاثه يصدقوا وييجوا ويحاولوا، والثلاثه دول ميبي بعد خطوتين ثلاثه يبقوا 20 يبقوا 30. هي محاولات. ادينا بنحاول بالظبط. طيب كنت عايزه اقول لك يعني شايفه ايه؟ يعني شايفه الخطوه الجايه شكلها ايه؟ لمين بالظبط؟ للحراك؟ للحراك وللانتخابات يعني بما انك في تنسيق الاحزاب. طيب انا شايفه انه الخطوه اللي جايه لو احنا بنتكلم على التحالفات، فده دور ان احنا نكون منفتحين على التحالفات بشكل اوسع، خصوصا التحالفات المرتبطه او متشابهه ايديولوجيا، والاشتباك والمعارك في طول الوقت هي الخطوه لتحقيق الانجاز. يعني نيفين هتعمل ايه؟ نيفين هتبقى مهتمة تتابع كل تجربة من السيدات اللي هيخوضوا المراحل الغرفتين سواء الشيوخ أو النواب. هتبقى مستنيه تشوف نفسها في النائبات اللي موجودين، تشوف حته حته. يعني انا مش عايزاهم كلهم في نائبه واحده، بس ممكن اشوفهم حته حته. يعني اشوف شابه، اشوف حد من الصعيد مهتم، او يعني ست من الصعيد مهتمه بالستات في الصعيد والاعراف اللي بتواجههم والمشاكل والتحديات. اشوف حد تاني مهتم بقضايا الصحه للستات والعداله الصحيه. اشوف حد تاني مهتم بحريه الراي والتعبير. فاشوف يعني مستنيه اشوف نفسي في كل حته في كل حاجه، علشان احس انه على مدار ال5 سنين اللي جايين انا موجوده وحاضره وجوه الغرف التشريعيه وافكاري موجوده ومطروحه. عظيمه بجد يا نبين. بس انا عايزه اسالك بقى عن سؤال في رايك ايه العلاقه او الرابط ما بين العداله الاجتماعيه والعداله الجندريه؟ انا قلت لها والله قبل ايوه بلاش احنا الكلام جوه الكبير، هتخليني جوه على بلاش العداله الكلام الكبير. في بس ظل كمان ان مصر كلها والعالم كله بيعاني من ازمه اقتصاديه طبعا ضخمه جدا. ف حابه اعرف من وجهه نظرك انت ازاي بتشوفي العلاقه ما بينهم هما الاثنين؟
طيب انا بشوف انه العداله الاجتماعيه وهي بتتحقق، لو العداله الاجتماعيه بمفهومها الواسع الشامل الحقوقي الضامن لكل الحقوق بتاعه الافراد، فهي هتبقى متضمنه جواها العداله الجندريه، يعني هتاخد العداله الجندريه في ايديها وتمشي بيها. ماشيه بالظبط. بالظبط. فالعداله الاجتماعيه هي المفروض انها بتراعي الفروق اللي ما بين الرجاله والستات، بتراعي احتياجات الافراد مختلفين في قطاعهم الجغرافي بالظبط، المختلفين في قطاعهم الجغرافي والتعليمي والمستويات الاقتصاديه وكل الحاجات دي. فالعداله الاجتماعيه لو هي الهدف البعيد، فاحنا هنمشي واحنا واخدين في ايدينا فرص متساويه للنساء والرجال في العمل، فرص متساويه للنساء والرجال في الحصول على المناصب السياسيه في المجال العام، تكافؤ في الحصول على الفرص بين كل الاطراف. هتراعي، ودي مهمه جدا، ان العداله الاجتماعيه هي الدليل او اللي هيراعي طول الوقت تقاطعيه، احنا بنسميها تقاطعيه التمييز ما بين الاطراف المختلفه. يعني الست ذوي الاعاقه غير الست اللي ساكنه في التجمع، غير الست اللي جايه من الصعيد، غير الست اللي ممكن تكون ذوي اعاقه وفي الصعيد ومن مستوى اجتماعي اقل، غير. فالتقاطعيه دي مين اللي بيراعيها طول الوقت؟ العداله الاجتماعيه. فهي هتاخدنا وتتحرك، هي بس الفكره في منظورنا كلنا وتعريفنا للعداله الاجتماعيه. بالظبط. فنفضل نناقش كده، ودي بقى تيجي الايديولوجيات هنا، كل حاجه وتقتطع من سياقها بقى وكل ايديولوجيه والليبراليين بالظبط. بس هي الفكره في انه انا بشوف انه سياق العداله الاجتماعيه وتعريفه احنا محتاجين كايديولوجيات مختلفه لما نقعد مع بعض نتناقش فيه في سياقنا الاجتماعي، فتبقى العداله الاجتماعيه المصريه في السياق المصري، في الحاله المصريه، في شكل الحكومه الحالي اللي ممكن يكون ليه توجه ليبرالي اجتماعي، ليبرالي اقتصادي بحت، نيو ليبرال. نفضل بقى نتناقش هو التوجه بتاع الاداء عامل ازاي، الطبقات عامله ازاي، الافراد تشابكاتهم ايه، الحلول اللي ينفع تتقدم، الموارد اللي عندنا شكلها عامل ازاي، نحقق بقى ازاي العداله الاجتماعيه دي مع بعض. وانا مش بقول خالص، انا اصلا ليبراليه، وطول الوقت بقول ان الايديولوجيه واحده من الاولويات اللي احنا محتاجين نتحرك بيها عشان نكون مؤدلجين، ودي حاجه من الحاجات اللي احنا محتاجينها في مصر جدا. الا انه في من الاولويات لما نقعد على الترابيزه مع بعض محتاجين نقول الايديولوجيه موجوده، بس الايديولوجيه دي تنفع هنا عشان هي دي اولويتها، بس ما تنفعش هنا عشان دي مش اولويتها. قصدك ان هي تبقى مرنه، نبقى قادرين نتكلم ونبقى عارفين ان احنا مش بندافع عن ايديولوجيه صرف، احنا بنمصر الايديولوجيه بما يتناسب مع الحاله اللي احنا فيها. اكننا بناخد مقتطفات، يعني مثلا لو هنتكلم عن الحقوق والحريات هنحدف شويه ناحيه الليبراليه، مثلا لو هنتكلم عن ملف اقتصادي عادل مثلا لحقوق العمال هناخد الوجهه الى الوجهه الى الليبراليه الاجتماعيه. ماشي، مش هقول لك الوجهه لليسار ابدا. انا لسه بقول نحاول نفكك بس انا ست ليبراليه اصلا. بس هي الفكره انه بجد لو احنا بنتكلم في السياق، في داخل السياق هنلاقي الايديولوجيات كلها فتحت على بعض واتاخد انه كل الحاجات شبيهه، فهتلاقي اليسار بيفكروا في ظل المجتمع العالمي علشان نحقق استثمار واقتصاد ومش عارفه ايه، تلاقيهم بيقولوا طب لا احنا ممكن ناخد الحته دي من الناحيه دي وهكذا. فهي الفكره، والحقيقه يعني دي واحده من الحاجات اللي انا اشتبكت معاها بشكل حقيقي جوه التنسيقيه، لانه انا بقابل اصدقائي من حزب التجمع، فنبقى قاعدين بقى مش عايزه اقول لك بنقطع في بعض. لا هو يعني انا اصدقائي من حزب التجمع كمان، لان حزب التجمع مدرسه يساريه، فهم بيعتبروا ان الكلام اللي انا بقوله ده خلصتي تمام، يعني لسه هنتكلم لسه هنتناقش. لكن حاله الحوار وحاله انك تبقي شايفه انه لا في ايديولوجيات تانية عندها افكار ينفع نستفيد بيها وينفع نطبقها ونطلعها على الترابيزه ونتكلم فيها، دي حاجه من الحاجات المهمه جدا. ممتاز جدا. لو هتدخلي في مرحله حشد ما قبل الانتخابات وهتعملي زي نقاشات كده مع المرشحين والمرشحات على مقاعد الشيوخ، عشان انا عارفه ان انتخابات الشيوخ قبل على الابواب وبعدها يليها انتخابات مجلس الشعب، هتنصحي المرشحات الستات بايه؟ طيب انا هنصح المرشحات الستات بايه؟ هقول لهم استثماركم للفرصه دي، بما انه مجلس الشيوخ ده تاني دور انعقاد، هم خلصوا 5 سنين ودي ال5 سنين التانية،
ودي الفرصة اللي احنا نقول بيها انه احنا محتاجين مجلس الشيوخ باستمرار، لانه هنبقى قادرين نقيم التجربة بشكل مستقر ومؤثر. طبعا. فهقول لهم حفاظا على وجود الستات في مساحات اوسع في العمل العام وتاثيرهم، محتاجه كل حد فيكم يكون نموذج لكل الستات ومعبر عن كل الستات. خطابكم الاعلامي والسياسي طول الوقت، قضايا الستات هي قضايا مجتمع، مش قضايا فئه خالص، هي قضايا مجتمع، ومدافعتكم عنها حتى لو بأيديولوجياتكم المختلفة وأفكاركم المختلفة وخلفياتكم المختلفة، هو الدفاع عن حق المجتمع في استقراره وتنميته ونموه وتحقيقه لأهدافه المستقبلية. هنصحهم بإيه؟ هنصحهم بإنه يشتبكوا مع الحركات النسوية ويهتموا بده جدا، لأنه دي خبرة طويلة وتجارب حقيقية. وكمان يحاولوا يأطروا الحقوق في شكل سياسي مناسب للسياق السياسي الحالي، علشان نقدر يعني ننتزع ونحقق مكتسبات في الحقوق بشكل أحسن وأوسع. وهقول لهم ان انتوا عليكم مسؤوليه لاصلاح الطريق وتمهيده لكل الستات اللي هتيجي من بعدكم. بجد شكرا. انا اللي شكرا ليكم. انا ألذ حسيت ان انا مساحه ان انا الحلقات. بتكلم، يعني بالعكس انا مبسوطه جدا، وحسيت انه قد ايه انا محتاجه اتكلم كمان عن الستات زياده وزياده. فممكن تبقى الشهور اللي جايه، وده حتى يمكن نتعاون فيه سوا ككلاكيت نسوي، انه تبقى الستات كمان من المرشحات عندهم فرص انهم يتكلموا ويظهروا هكذا. يا ريت. يا ريت. احنا معاكي. يلا بينا. شكرا جدا على الفرصه. شكرا يا رشا، شكرا يا اسماء الحقيقه، شكرا جدا جدا. ربنا يخليكي.